طبعا انت شايف المشاهد دي. والآن نشاهد هذه الصور التي بثتها المعارضة السورية المسلحة للإفراج عن سجناء من سجن صدنايا. ودي مشاهد لسه ما بلهاش كام ساعة على فتح سجن من أبشع السجون من قبل منظمات حقوق الإنسان، من ما بين 27 سجن آخرين يتبعون للأسد. وأنا هنا مش عشان أتكلم عن السجن وبتصنف إيه، أنا هنا عشان الناس اللي خرجت دي ومحتاجة دعم نفسي من المجتمع. هم دلوقتي مضطربين نفسيا بسبب التعذيب اللي شافوه، وده بيتأكد في الراجل ده. الحمد لله على السلامة. شو اسم حضرتك؟ استعداد لك. حاضر سيدي. فلو عاوز تعرف يعني ايه تعذيب واضراره النفسية، فتعالى نبدأ بالخفيف، وهو الضرب، سواء بالايد، الكرباج، الهراوات، الضرب المفدي الموت، زي ما في 30,000 واحد في صيدنايا ماتوا بسبب التعذيب. وبعدين نفرض انك راكب دماغك ومش عاوز تتكلم، فهنا هتقعد على الكرسي الألماني بس بالشكل ده، وده أضراره بسيطة. بيجيب العمود الفقري عكس الاتجاه، وبيقدر يزود زاوية الانحناء بتاعته، يعني ألم غير موصوف في العمود الفقري، ممكن يوصل لكسر في الظهر. وأدام فيها قعاد يبقى فيها نوم، ما هو أدام فكر في دي هيفكر في دي. بس هتنام على لوح خشب اسمه بساط الريح، وده بيمدد فيه جسمهم لحد ما بيخلع بعض المفاصل. وفي بقى الشبح، ودي انه هيعلقهم من ايديهم لفترات طويلة، ولو ربنا بيحب حد منهم مش هيعلق له وزن زيادة في رجله، هيكتفي بوزن جسمه اللي ايده شايلاه. وطبعا دي فيها خلع كتف. وفي الفلقة، وهو انه هيمده على رجليه لحد ما رجليه تورم وما يقدرش يدوس عليها، فيطلب منه بعدها عادي انه ممكن يقضي ليلة واقف. وفي الصعق الكهربي، لا تحرك، لا تحرك، لا تحرك، لا. وفي التعذيب بالحروق، نايلون يحرقوا ويزتوا على جسمي، وفي التعذيب بالمية، وده التعذيب الجسدي بس، لان النفس اللي هنتكلم عنه اشد قسوة بكتير. ونحب نقول ان التعذيب الجسدي هيأثر على الشخص في انه ما يبقاش سوي نفسيا، يعني هيبقى مكتئب، بس مش بنفس الدرجة اللي تعرض لها اثناء التعذيب النفسي. فالحل هنا مع اهل اي مسجون بيسمع الفيديو، ما تسيبهوش يقعد مع نفسه، ولو حب يقعد مع نفسه يبقى قدام عينك، وفي اول ايام خروجه خليه ينام متقطع عشان الاحلام والكوابيس. والنصيحة الاهم انه ما ياخدش ادوية غير باستشارة طبيب، والعلاج الافضل هو زيارة الاماكن اللي بيحبها او انه يقرب من ناس كان بيحبوها. وننقل على التعذيب النفسي، وهو الإذلال المستمر زي التعري، عرونا قدامهم، عروا الشباب قدامنا، الاغتصاب، ينزلوا ينقوا الحلوات للمقدم سليمان لفوق، يومي 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 يومي. ما كانت تخاف من الضرب، صارت تقول يا رب يضربوني وما يطالعوني لعندي. ويؤسفني بجد ان اقول لكم انه كان للجنسين، رجال او نساء، وكانت اشكاله كتير. يعني يتفرج على مراته مثلا وهي بتغتصب، يا اما يتفرج على راجل زيه، يا اما للاسف يغتصبوه هو شخصيا. ده غير الحرمان من الطعام، ومات كتير بسبب سوء التغذية، يا اما الحرمان من النوم، وده دخل ناس بالفعل في نوبات، يا اما الحرمان من الرعاية الطبية، وهو انه يسيب جروحه تعفن لدرجة انها توصل في بعض الاحيان لبتر احد الاطراف او يموت بسبب تعفن الجرح. ومن اساليب التعذيب النفسي هو التهديد بالاسرة، وكأنه رئيس عصابة بيهدد حد أصغر منه. نعرف اللي ما تعرفوش عن أمك ولا على أبوك. والبلوى الأكبر هي الأطفال اللي كانت في السجون، أطفال اتولدت جوه السجن كانت أمهاتهم بتكبر قدامهم، فاستنتج بقى أنت نفسية الأطفال دول. ده غير إنه كان بيعطي إحياء بالموت، وده كان بيعزز الصدمة النفسية، وهي تتلخص في إنه كان بيقول جملة واحدة للمساجين: أنت مش هتخرج من هنا غير على ظهرك. فبالتالي لازم لو نبدأ بالبسيط، وهو إنه في الضيعة بتاعتك أو واحد جارك ملهوش أهل كان مسجون، انت تقدر تلاحظه، تقدر تساعده على التغلب. والاهم انه ما يقربش من ناحية الاطفال، لان هو لو كان اتصاب بنوبة او اتصاب باي مرض نفسي ممكن يأثر على نفسية الطفل. وفي الاخر احب اقول ان السبسكرايب والشير بجد المرة دي هيقدر يوصل الفيديو ده لاي حد منهم او من اهاليهم يسمعه، لان الناس دي محتاجة ان احنا نتعامل معاهم بالراحة، لان ممكن تكون شخصيته اتغيرت وبقت حدية. شو اسمك؟ فالناس تنبذ السلوك بتاعه. عماد خي شو طلعت أدعو؟ عايش والله، والله عايش، والله عايش، والله عايش، والله عايش، والله عايش، والله عايش، والله العظيم عايش.